تخيل معايا مساحة شاسعة من الأرض، مش مجرد أرض خضراء أو جنينة كبيرة، دي كانت مملكة نباتية. ربنا سبحانه وتعالى وصفها بدقة هندسية مرعبة. جنتين كاملتين من أجود أنواع العنب، سور طبيعي من النخل العالي اللي بيحوطها من كل جهة وبيحميها من الرياح ويمنع عنها العيون. في النص بالظبط أرض زراعية خصبة بتطلع كل أنواع المحاصيل. ربنا فجر في وسط الجنتين دول نهر كبير، يعني المية موجودة وبوفرة كمان. الجنتين دول كانوا آية من آيات الله على الأرض. مفيش شجرة مرضت، مفيش ثمرة وقعت. صاحب الجنتين دول دخل جنينته وهو في قمة الزهو، ماشي بخطوات واثقة، صدره منفوخ وعينيه مليانة غطرسة. بص لصاحبه المؤمن اللي كان غني بالله بس فقير في الدنيا، وقرر يكسر نفسه بكلمة واحدة: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الأنا هنا مش كلمة، دي رصاصة. أنا أغنى، أنا أقوى، أنا عندي عيال وعزوة وسلطة أنت بتحلم بيهم. الغرور هنا خلاه يتخيل إنه إله في مملكته الصغيرة، وبدأ يشكك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى وفي يوم القيامة. شوف التعالي والتكبر وصلوا لفين. بيقول حتى لو في قيامة ربنا أكيد هيديني أحسن من كده، لأني أستاهل كل حاجة. نسي أهم حاجة، إن العطاء ده ممكن يكون اختبار من الله سبحانه وتعالى لعبده. هنا بقى بيجي دور الراجل المؤمن اللي مردش عليه بمعايرته ولا سبه، لكنه هز عرش غروره بالحق. قال له بلهجة فيها حدة وحب في نفس الوقت: انت كده كفرت باللي خلقك، انت ناسي انك كنت نطفة، ناسي انك شوية تراب. وضربه في مقتل لما قال له النصيحة اللي تحفظ بيها أي بيت أو أي رزق: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وحذره تحذير مرعب: جنتك دي ممكن في لحظة تتحول لخرابة، لأرض بور، صحراء قاحلة، وتبقى عاجز حتى انك توصل لنقطة مية واحدة في هدوء الليل والناس نايمة وصاحب الجنتين بيحلم بزيادة ثروته. صدر الأمر الإلهي، ما كانش محتاج جيوش، نزل العذاب، ما سابش شجرة واقفة، حسبان من السماء أو صاعقة ما سابتش ثمرة سليمة. النهر جف والمية غارت، والأرض اللي كانت خضرة بقت صعيدا زلقة، يعني أرض ممسوحة ناعمة من كتر الدمار، ما فيهاش عرق أخضر واحد. تخيل المشهد ده في الصباح، الراجل كالعادة رايح جنينته بيتباهى بيها، لقاها خاوية على عروشها. وقف الراجل في حالة ذهول، كبرياءه انكسر. عمل ايه؟ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. عارف يعني ايه بيقلب كفيه؟ يعني الندم والحسرة بياكلوا في قلبه. لسان حاله بيقول: يا ريتني كنت سمعت الكلام، يا ريتني ما أشركت بربي أحد. بس خلاص الوقت فات، والدرس بقى عبرة لكل جبار في الأرض. صاحب الجنتين خسر كل حاجة في لحظة، مش علشان كان غني، لكن عشان استغنى بماله عن ربه. القصة دي رسالة لكل واحد فينا: إياك تفتكر إن اللي في إيدك ده شطارة منك، ده ستر ومدد من الله سبحانه وتعالى. لو نسيت المنعم، النعمة هتبقى هي اللي هتهدك. في حياتنا الجنينة ممكن تكون منصب أو بيت فخم أو عربية فارهة أو موبايل غالي أو حتى فكرك وعقلك. أول ما تحس إنك أعلى من الناس باللي معاك، اعرف إنك بدأت تبني سور جنتك اللي هيتهد فوق دماغك. النعمة أمانة مش استحقاق. لما بتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انت كده بتفك الارتباط المرضي بينك وبين المادة اللي بتملكها، فبتتحرر. لو فضلت انت مستمتع، ولو راحت ذاتك لسه سليمة وراضية بأمر وقضاء الله. اللي بيشوف ربنا وراء كل نعمة بيمتلك الدنيا وما فيها، واللي بيشوف نفسه بس بيخسر نفسه والدنيا والآخرة في لحظة واحدة.